الحمد لله فضلا من ربنا كان كلنا ثقه ان احنا ان شاء الله هنقدر نساعد اهالينا في فلسطين. عمري ما شفت الاحساس ده والمشاعر دي اللي طلعت من الناس عندنا وهم حتى شغالين في التعبئه بتاعت الكراتين. الوصول هنا رساله قويه بنقول ان احنا قادرين ان شاء الله نكمل. كل ما للجرحي 106 قاطرات محملة بالمواد الغذائية والمساعدات الطبية والإسعافات الأولية، حاملة معها شعارات مسافة السكة لأهل فلسطين. وصلنا الحمد لله عند معبر رفح، نافذة أمل جديدة. كل المتطوعين وبقالهم تقريبا 5 أيام ما بيناموش، ولكن نافذة أمل مجرد ما جينا ووصلنا عند المعبر. بنحاول دايما إن احنا نلبي في أسرع وقت ندائهم، نلبي احتياجاتهم بأعلى جودة وبأفضل شكل. يعني احنا دلوقتي حاليا في معبر رفح ب 85 متطوع من حياة كريمة. الحمد لله احنا طبعا مساعدين وبنساهم لأشقائنا في فلسطين من المساعدات والمعونات اللي جايه من تحت مصر. أسطول كبير من القافلات في مشهد مهيب يستعد لدخول المعبر قاصدا إغاثة الفلسطينيين بأسرع وقت، في دور قوي لمصر التي لا تغيب دائما عن مشهد مساندة الإخوة الفلسطينيين أينما كانوا.